السلام عليكم. امبارح في حد استفزني بعد الفيديو اللي عملته ونشرته على السوشيال ميديا. بيقول لي كلام. طيب تنفيذه صعب يعني. اوكي. وهو تقريبا كان بيقلل كده من قيمة الكلمة يعني. انا اقول لك بقى الكلمة تأثيرها عاملة ازاي. ربنا سبحانه وتعالى اعظم اعجاز واعظم معجزة خلقها في الكون سبحانه وتعالى نعرفها احنا يعني هي القرآن الكريم. والقرآن الكريم كلمة. سيدنا المسيح كلمة الله. ربنا سبحانه وتعالى قال وكلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها. يعني الكلمة كمان ليها ثمار. طيب حضرتك أصلا كلمة وأنا كمان كلمة، ربنا خلقنا كلمة. لما عاوز أنت تقلل من قيمة الكلمة اللي أنت مش قادر تطبقها، دي حاجة تانية خالص. أنت مش قادر تطبق الكلمة، دي مشكلة تانية خالص. لكن الكلمة أهميتها إيه؟ كلنا كلمة. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لما جه يعلم البشر قدراته سبحانه وتعالى في الخلق، وربنا سبحانه وتعالى خلقه كلمة. وإذا أراد ربك شيئا أن يقول له كن فيكون كلمة، وكان بها فعل، وكان بها خلق وإبداع وأكوان. ربنا سبحانه وتعالى قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فربنا لما حب يعدد على كثرة الخلق عدد عليها بالكلمات، باعتبار أنه كلمة الله خلق. الكلمة، حضرتك بتروح المدرسة تتعلم كلمة، بتروح الجامعة تتعلم كلمة، بتروح بتاخد دورة بتتعلم كلمة، بتقف مع الناس تتعلم كلمة. الكلمة كرباج، والكلمة دواء. الكلمة داء ودواء. داء يطبب القلوب، دواء يطبب بالقلوب، وداء يمرض الناس. معظم الأمراض النفسية سببها الكلمة. معظم الأمراض العضوية كمان سببها الكلمة. في حاجة اسمها سايكوسوماتيك يعني الأعراض النفسية اللي بتصيب الإنسان بسبب الكلمات اللي بتتحول بعد كده أعراض جسمانية. حضرتك تقدر تقرأ عنها، اقرأ كتير جدا. لو قريت الكلمة هي أهم حاجة. الكتاب كلمة، القلم كلمة، القطر كلمة. الكلمة مدلول لفعل. فكر كويس، ويا ريت تخلي الكلمة اللي بتوصلك دلوقتي ما تكونش كلمة، حولها انت بقى الفعل. ازاي؟ ممكن نتعلم ده سوا. السلام عليكم.